مرحبا يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مباركة وحياكم الله وبياكم واجعل الجنة مثوانا ومثواكم يا رب العالمين. طبعا دخلت في تعليق في قناة الأخ حسام الهمداني، الرجل النزيه، الرجل الصادق حسام الهمداني، الذي كل الفيديوهات فيها مصداقية تامة ولا تركت التعليق بسيط في التعليقات تبع قناة الأخ حسام الهمداني. نرجو من حكام العرب فتح طريق آمنة للعبور للمقاتلين اليمنيين للعبور إلى فلسطين المحتلة. هذا أمس تقريبا سويت هذا التعليق، فعندما جيت اليوم أشوف إشعارات رد على التعليق، خلي للتعليق وانظر، وإن في انتقادات إذا أردت أن تعبر فلا تعبر من حدودنا، امشي مع البحر. طبعا هذا ما أدري، بس أنا أتوقع أنه خليجي بامتياز اللي تكلم هذا الكلام، أكيد أنه خليجي بامتياز، من دول الخليج. افتحوا لنا الحدود للعبور لنذهب لمساندة أخواننا الفلسطينيين في غزة الذين يبادون كل يوم وكل لحظة وكل ثانية، الذين ماتوا من العطش ومن الظماء ومن البرد ومن الجوع ومن الخوف ومن القهر ومن الحرمان وكل شيء. فكان رد التعليق: اذهبوا مع البحر إن أردتم الذهاب إلى فلسطين المحتلة. طيب هذا يمكن إنه يعرف إن أنا برد راح أرد على هذا، امشوا روحوا مع البحر. يا بغل، متى ما ظهرك أصبح أسطول سوف نصعد عليه ونذهب مع البحر. افتحوا لنا الحدود وكثر خيركم. أو أما ساندتم مع فلسطين ساندتوها بالنقاء والنزاهة، أو اسكتوا ودعوا الرجال الذي تتكلم. على المرأة أن تصمت، والرجال هم من يقررون. فتحية لكل شريف ونظيف، ولا نامت عيون الجبناء، وتحياتي لكم جميعا.